السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى واطعم فراخ صور. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة وبطريقة صحية. هقدم جنبها مكرونة اسباجيتي مسلوقة، وممكن تقدمي جنبها رز حسب ما انت ايه عايزة. يلا بقى بينا نشوف هنعمل الفراخ الصور الابيض بتاعتنا دي ازاي. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله وعلى بركة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا معايا صدر فرخة، هقطعه قطع مكعبات بالشكل ده، مكعبات بالشكل ده. هنبدأ نعمل صوص الفراخ أو تتبيلة الفراخ. أنا معايا بولة حطيت فيها 3 معالق من الصويا صوص، ومعلقتين من الصوص الباربيكيو، ومعلقة من الكاتشب أو معلقة من صلصة الطماطم، وهضيف عليهم معلقة عسل نحل. طبعا لو مش عندك عسل نحل هتضيفي 3 معالق كبار من السكر. هقلب المكونات دي كلها مع بعض، وكده خلاص التتبيلة بتاعة الفراخ جاهزة معانا. معايا كوباية حطيت فيها مية ودوبت فيها معلقة من النشا، وكده هركنها على جنب. ده الصوص بتاع الفراخ جاهز معانا. طاسة على النار هحط فيها معلقة زبدة او سمنة. هسيبها كده لحد ما تسيح، وبعد كده هنزل بقطع الفراخ واقعد اشوح فيها كده لمدة حوالي 5 دقايق. هقعد اشوح فيها لحد ما تدينا لون ذهبي. الطريقة دي صحية جدا. طبعا الطريقة الأصلية ان انتي قطع الفراخ دي بتحطيها في منقوع من الدقيق والنشا، وبعد كده بتروحي قلياها في الزيت. فالطريقة دي صحية جدا. هضيف بقى بصل شرايح، حوالي كده بصلتين، وهضيف كده فلفل الوان احمر على اصفر من كل نوع كده نص واحدة، وفلفل اخضر حوالي كده قرن من الفلفل الاخضر، وهضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وحوالي معلقة صغيرة من الملح. هقعد أشوح كده فيها لمدة برضو حوالي دقيقتين، وبعد كده هنزل بالصوص اللي احنا عملناه بالشكل ده. هنسيبه كده على النار كده لمدة دقيقتين لحد ما يلف معانا ويبقى معانا، لحد ما يبقى معانا جوسي بالشكل ده. في منتهى الجمال، الريحة تحفة والطعم حكاية. كده خلاص الفراخ جهزت معانا. هقدمها بقى في طبق التقديم. بصراحة تحفة. طريقتها سهلة جدا وبسيطة وفي نفس الوقت برضو صحية. طبعا الأكلة دي أصلا أساسها صيني. احنا حضرناها بطريقة سهلة جدا وبسيطة وصحية، والطعم فعلا تحفة. هقدم معاها مكرونة اسباجيتي مسلوقة. حابة تعملي جنبها رز طبعا حسب ما انتي عايزة. أحلى وأطعم فراخ صور عملناها مع بعض. جربوها إن شاء الله هتعجبكم. نتقابل إن شاء الله مع فيديو جديد.